السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الفيديو نمرة 1 في عيوب شجرة البولونيا او عيوب خشب البولونيا. قلنا فيه كل حاجة، لكن الناس قالت لي لا، يا ريت تركز على مش اللي انت بتقوله، على اللي الناس بتقوله. فهنركز في الثلاث اربع فيديوهات دول. في كل فيديو هنقول حاجة من الحاجات اللي الناس كانت بتقولها. طبعا اقوى حاجة كانت الناس بتقولها، لان احنا كنا ساعتها بنزرع ولسه ما عندناش شجر ولسه ما عندناش خشب. فبعد ما حاربونا في الزراعه وقال لك مش هتنفع وهتموت، وبعدين يلاقوا شجر يقول لك لا هتموت بعد 6 اشهر، يعدي ال6 اشهر يقول لك لا دي هم 2 متر ما بتوصلش 3 متر، تعدي ال 3 متر يقول لك لا دي هي بتموت بعد السنه. المهم فضلوا كده يجي سنتين 3 لغايه ما بدا يبقى عندنا خشب، بدا يبقى عندنا شجر. فدخلوا بقى في التقيله. قال لك خشب بولونيا عربي مخوخ، شوف اللفظ، ومجوف وفاضي من جوه وما بيطلعش خشب. بص كل الالفاظ السيئه اتقالت، يعني مش لفظ واحد فاضيه مجوفه، لا كله يعني بتنزل كده بادجت مع بعضيها، مخوخه ومجوفه وفاضيه من جوه، ما بتطلعش من الاخر، ما بتطلعش خشب. يعني يا اللي زرعته ويا اللي تعبته ويا اللي سمعتوا كلامه ويا اللي خدتوا شتلاته اللي هي فيها المشكله، يا اللي خدتوا شتلاته اللي هي فيها الاعجاز او المعجزه. لان انتاج الاخشاب من الشجر ده مش معجزه، هو المعجزه احنا ازاي نوطن شجره هي معروفه انها اسرع شجره بتنمو وتنتج اخشاب في العالم. هي دي المشكله، هو ده الانجاز. الانجاز ان احنا قدرنا نعرف او نوصل للشتله اللي تتزرع عندنا، قدرنا نعملها زراعه نسيجيه بشكل سليم وقوي وجيد، قدرنا نعرف مواصفات الارض والتربه والميه وازاي تتزرع وازاي تكبر وازاي تدخن. هي دي، هو ده الانجاز. لكن مش الانجاز ان الشجره هتطلع خشب، ما اكيد لو كبرت واشتغلت او عاشت او حطيناها في مكان المناسب هتطلع خشب. فحاربونا في القصه الاولانيه دي، ودي فعلا اللي كانت انجاز. ولما لقوها هتنجح لحقوا بقى الناس، يا انتوا نجحتوا في الزراعه ما تفتكروش نفسكم نجحتوا، برضه مش هتطلعوا خشب شجر وقالوا بولونيا عربي بالذات. يعني وصلوا قال لك ايه، اصل هو جابها شجره من تتزرع في البرد جابها تتزرع في الحر، فعشان كده مخوخه ومجوفه. بيبدا بقى ايه يقنعك، لدرجه ان في ناس كانت بتبيع شتلات تقول لك لا دي شتله بولونيا عربي بس هي اللي مخوخه ومجوفه. يعني بصوا حاجات كتير جدا. لكن خلينا نركز في مع ان المفروض انا قلتها في الفيديو اللي فات كده على الماشي في اول الفيديو، المفروض ما اقولهاش لان خلاص احنا خلصنا. وخلي بالكم الموضوع ده اذى ناس كتير جدا جدا. في ناس كتير بعد ما زرعت وقطعت من على وش الارض، اللي هي السنه الاولى تربيه جدر، ثم السنه الثانيه تربيه ساق وقلنا بتبقى رفيعه بس 4 متر، ثم السنه الثالثه تقليم وتربيه تاج. يعني بعد 3 سنين من الزراعه الشجره بتكون لسه رفيعه، لكن ربة جدر وربة ساق وربة تاج. فطبعا وهي رفيعه كده، تعالى، وهي رفيعه كده لما يجي الشخص يقطعها ويلاقيها فيها ثقب 1 سنتي، ده بقى الصح، ده الاساس اللي هم بنوا عليه الافتراءات بتاعتهم. فيقول لك ده الناس ده عندها حق. وفعلا ناس كتير خلعت شجر بعد ما زرعت سنه واثنين وثلاثه على قصه انها مخوخه ومجوفه وفاضيه من جوه، لان هو بعد 3 سنين من الزراعه، 2 سنين من النمو، لقى فيها الثقب ال1 سنتي ده اللي من طبيعه الشجره. يعني في ناس برضو عشان تساعدني راحت قايله ايه، لا ده عيب تسميد يا استاذ اشرف، فهمهم ان ده عيب تسميد. لا هو مش عيب تسميد، ملوش علاقه بالتسميد. انت زرعت الصنف الصح اللي هو بولونيا عربي في الارض الصح في الميه الصح، وقلنا خد دراسه الجدوى اللي فيها كل الشروط والتفاصيل وفيها شروط الزراعه وفيها النجاح وفيها المواصفات كلها من على الواتس 012 2 45 40 60 4.
الحاجات دي لو ما اتعملتش الشجرة مش هتكبر. لكن الثقب الواحد سنتي ده اساسي في البولونيا. يعني مش عايز اذكر ناس معينه، كان يجيب لك الشتله. انا جايب شتله اهي بولونيا عربي مقصوصه، شكلها مش حلو، لكن شتله الجدع بقى يموتها. احنا عيوب البولونيا ان شتلتها حساسه ضعيفه رقيقه. كل ده لغيناه في المشتل، كل ده لغيناه في المشتل وعملناها زراعه نسيجيه. الشتله دي اتقصت مره، تعالى كده، فيجيبوا الشتله يقول لك اهي مخرومه اهي مجوفه اهي فاضيه اهي ما بتطلعش خشب. دي لما اتقصت مره، ودي لما اتقصت مره تانيه برضه هتلاقي نفس القصه، مخرومه اهي. فدي بقى الشخص يمسك الشتله ويقصها فيلاقيها فيها الثقب، فيقول لا ده كان الناس دي كلامها صح. نفس القصه اهي مقصوصه مره، بس انا بقصها تاني بس عشان ابينها للكاميرا. فعلا وهي صغيره وهي رفيعه شاليمو يتقال مخوخه ومجوفه وفاضيه ما بتطلعش خشب. وادي القصه الثانيه اهي برضو ببينها، قرب هيبقى فيها، خلي بالك الخرم موجود في الساق وفي الأفرع. وادي القصه الثالثه اهي نفس القصه. فللاسف رجعوا ناس كتير جدا 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 عن زراعه البولونيا بالافتراء ده. الافتراء ده لغايه الفيديو اللي فات في ناس بتقوله. يعني انا ماسك اهي، ماسك الجذع النص متر اللي مليان خشب وفيه الثقب الواحد سنتي، ولغايه النهارده بيقولوا. طب انا مش فاهم، يعني انا نفخه ده سفنج وانا نفخه مثلا. طب الفيديوهات اللي بقت كتيره جدا اللي في اللي عند الناس، اللي في الاراضي بتاعت الناس اثناء المنشار وهو بيقطع، حتى الان بيقولوها. فهم اذوا ناس كتير هناك. لكن هو على فكره بيحط التعليق وهو عارف ان الناس هتقول عليه ده كذاب، او ده شخص مش كويس، او ده شخص جاهل، او ده شخص بيفتري على بولونيا عربي او لكن هو اساسه لما يحط التعليق ده بيقول لك لا انا مش هصدقك. صدقني ايه؟ انا ما بقاش كلام للمره الالف، ما بقاش كلام. حاربتونا زمان بالكلام. انا صادق ولا مش صادق؟ بضحك على الناس ولا ما بضحكش عليهم؟ للاسف زي الالفاظ القويه الوحشه السيئه اللي بتتقال بنصب عليهم بسرقهم. الالفاظ دي كانت ممكن تتقال زمان، لان رايي ورايك مش شغل خلاص تم. قرب مش شغل خلاص تم، مش شجر طلع، مش خشب متبلط اتعمل، مش منتج بقى في السوق، مش كونتر، مش اشجار موجوده. تعالى ونشن على الخرم الثقب الواحد سنتي، مش اشجار بالفعل موجوده، مش ابلكاش 3 مللي و6 مللي وطبقات 18 مللي، مش قشره سلايسنج اللي هي الحليه وقشره روتري اللي بيتعمل منها ابلكاش. انتوا عارفين لوح الكونتر ده؟ يعني لوح الكونتر ده اللي هو ده اللي هو ده اللي هو ده اللي هو ده، ما ده لوح كونتر وده ابلكاش. ده ابلكاش من القشره الروتري، عشان كده ملهاش شكل مع ان والله شكلها حلو. لكن لوح الكونتر ده اللي بنقول عليه انجاز ما بعده انجاز، معمول. خليك زي ما انت. برضه عايز اصور حاجه تاني عشان نقولها بقى بالمره. ده مش لوح، ده خشب ملزوق جنب بعضه. يعني احنا عندنا خشب متبلط ملزوق جنب بعضه، وعندنا كونتر طبقات اللي هو ورا ظهرك العالي ده اللي برضه رصين منه كام واحده على الحيطه، وعندنا كونتر سداد. كونتر السداد زي ما اتفقنا بيتعمل
من خشب جديد مقصوص مخصوص. تعالى لف. خشب متبلط، ما دام اتنشرت كده بيبقى اسمها خشب متبلط. خشب متبلط بولونيا. حلو كده؟ ارمي دي. خشب متبلط بولونيا وقشره روتري بولونيا. من السيقان دي بقت قشره روتري بولونيا. والقشره الروتري بولونيا دي اتعمل منها الابلكاش ال 3 مللي اللي هو ده. خلي بالك روح الكونتر ده شوف متكون من ايه. الخشب المتبلط ده اللي هو 12 مللي حطيناه جوه اهو. قرب قرب وهات الخشب. تمام. ثم حطينا عليه الابلكاش ال 3 مللي فوق والابلكاش ال 3 مللي تحت عشان نوصل لل 18 عشان نقفله ساندوتش اللي معمول من قشره روتري من الباولونيا. ثم لزقنا عليه على وشه. عشان كده الوش ده هتلاقيه مختلف تماما عن الوش ده. ثم لزقنا عليه على وشه القشره السلايسنج اللي بيبقى ليها شكل طبعا متقربه ومتنيله، لكن لو خدنا للظهر ادي الشكل بتاعها المية مية الجميل. شفت بقى مكون من كم منتج؟ مكون من مكنه من اول شجره اتنشرت واتعملت خشب مبلط، ثم شجره تانية اتعملت قشره سايسنج، ثم شجره ثالثه اتعملت قشره روتري واتلزقت في بعض فعملت ابلكاش 3 مللي، ثم طبعا في بقى مكنه تغليه في النص وفي مكبس في النص وفي مكنه تعريش وقص في النص، يعني 5 6 ثم في الاخر اتحطت الخشبه دي المبلطه دي بولونيا عرابي، ثم عليها الابلكاش ال 3 مللي اللي معمول من قشره بولونيا عرابي، ثم اتلزق عليها القشره السلايسنج الجميله جدا اللي واخده اشكال بولونيا عرابي. ادي اللوح الكونتر البسيط اللي قصاد الناس ده، اللوح الكونتر البسيط التافه ده. اللوح الكونتر البسيط التافه ده شجر عمره 8 سنين. ارجع بقى ورا عشان نجيب لك خرام. شجر عمره يمكن 9 سنين كمان لان احنا بنقول سنه تربيه جدر و8 سنين نمو. ثم ان الشجر ده ينفع يتعمل المراحل دي كلها، السلايسنج والروتري والابلكاش والخشب والكلام ده، كل ده ضيعوه عشان فيها ثقب 1 سم. تعالى اهو، لو انا ما شاورتش عليه ما حدش هيشوفه، لو انا ما شاورتش عليه ما حدش هيشوفه. ادي السنه الاولى، ادي السنه الاولى، ادي الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، السادسه، السابعه، الثمانيه، وسنه تربيه الجدر. على الطبيعه هلاقي واحد في التعليقات لا انت كذاب، لا انت نصاب، لا انت حرامي. مش فاهمها انا، مش عارف احكمها. يعني الشيء بيضايق الواحد بس في نفس الوقت دلوقتي بيخلي الواحد يعني يتضايق ولا يضحك، شر البليه ما يضحك. مش فاهم يعني ايه. ما هو الخشب اهو والاعمار اهي واللفات عليها. المره الجايه هصنفر الشجره عشان تعد اللفات. يمكن انا مثلا بقول لك دي عمرها 7 سنين وهي مثلا عمرها 20 سنة. لا هنصنفر ونطلع، والشجر ده والله أقل من كده، وهنصنفر وهنعد اللفات عشان ملهاش يعني سهلة. وادي الشجرة اهي نشرينها فيها الخرم اهي، اتنشرت اهي خشب اهي، اتنشرت اهي وطلعت خشب اهي اهي اهو، يا دوبك معلم يعني ما جاتش هنا حاجه اهي. ادي بقى اللي فيها الخرم بالظبط اهي، اهو الخرم اهو بوضوح شديد، الخرم ال1 سم وبيبقى مقفول زي ما قلنا عند العقد الداخليه. الخشب ما فيهوش عقد خارجيه اهو خالص اهي. بننشر وبننشر
مره بقول للصنايعي النجار انشر كده وشيل السنتي ده ارميه، يعني ده اللي جه في بالي، ما انا مش نجار واتمنى ابقى نجار لان انا بحب الشغل النجاره. ضحك، يعني عايز اقول انت عبيط؟ مفيش حاجه اسمها احنا بننشر، ما احنا بنقطع. يعني ايه اشيل سنتي ارميه؟ مفيش حاجه اسمها نشاره خشب تترمي. احنا بيجي لنا خشب من بره مضروب فيه، وعشان كده ناس كتير جدا. نجيب بس الرابعه، الحته الاخيره اهي مفيهاش اي حاجه. ادي يا باشا بعد ما تقص وبعد ما تقطع ما خسرتش حاجه خالص. النجار بيقول لنا قرب عشان اليافطه مضايقاك، قرب. بيقول لي الخشب بيجي من بره مصاب بدبور، بيبقى بقى مش فيه الثقب الواحد سنتي ده الثقب عدل، لا ده الثقب بيبقى ماشي يمين وشمال ولافف وراجع مبهدل الخشبه. بنمعجن، احنا كده بنصنفر ونمعجن قبل ما ندهن. كل ما هنالك بناخد شويه نشاره خشب مع المعجون مع شويه الغيره ونمعجن. الخرام اللي بتيجي في الشجر المستورد، اللي بتيجي في الخشب المستورد، لانها بتبقى كتير جدا وبالطول وبالعرض عشان ما نضيعش الخشب. جاي لي انت على ثقب 1 سنتي وعادل هاخده في المنشار مش هيضيع لي ملي من الخشب، وتقول لي ما مش هنشيله ازاي او نقصه ازاي او نعمله ازاي؟ مفيش الكلام ده. ده يا ريت كل الخشب يجي فيه الثقب الواحد السنتي ده. وعشان كده مصانع كتير يقول لك ايه معالج. مصانع الكونتر تدخلوا على فيديوهاتها واعلاناتها يقول لك الخشب بتاعنا معمول له التبخير والتجفيف ومعالج ضد الحشرات، يعرفك ان خشبه ما فيهوش الاخرام دي، ما فيهوش الثقوب دي، ما فيهوش الدبور اللي خوخه. هو ده اللي اتقال عليه بقى لفظ مخوخ بجد، لما تكون حاجه عدله وفاضيه ثم مليانه ثم فاضيه ثم تبقى مخوخه. فعلا تبقى مخوخه. لكن الشجر الباولونيا مش مخوخ ولا مجوف ولا فاضي من جوه. الثلاث كلمات دي قالوها عشان الثقب الواحد سنتي ده. بيدوروا على اي مصيبه وما بتطلعش خشب. يعني هو قال لك ايه؟ مخوخه ومجوفه وفاضيه من جوه، كل ده على الخرم الواحد سنتي ده. وفي الاخر قال لك وما بتطلعش خشب. هي فعلا ما بتطلعش خشب. يعني انا هم في كلامهم في حقيقتين. الحقيقه الاولى انها فيها ثقب 1 سنتي وسع. هو الحقيقه قوي انتوا عارفين ان احنا بنحب كبر. اول الحقيقه كبر الخرم وسع الخرم. اولا الخرم ده ما ينفعش يكبر ولا يوسع، الكلام بيجيب بعضه. لان الشجره دي بتتبني من تحت اللحاء. احنا بنحط الميه في الارض ونحط السماد في الارض، فبيطلع للتاج في انابيب في ظهر اللحاء، انابيب شعريه كده في ظهر اللحاء تطلع للتاج توصل للورق. الورق ده يعمل بقى البناء الضوئي والتمثيل الغذائي وشويه الحاجات الجميله الحلوه دي اللي احنا خدناها في رابعه ابتدائي، وينزله كغذاء. السماد اللي انت بتحطه مش مباشر غذاء، ولا الميه اللي انت بتحطها مباشر غذاء، هي بتطلع للورقه ويحصل شويه تبخير من الميه، وعشان كده ليها طريقه معينه في الري عشان يتبقى الباقي ويحصل مش عارف ايه. المهم شويه المعادلات دي تتم فيتحول الكلام ده كله لغذاء لبناء. هو بنى تبني تقوم تنزل تاني في الانابيب الشعريه دي تربي خشب. عشان كده الخشب تلاقيه بيتربى لبره، بيتربى لبره للخارج، فيفضل الثقب 1 سنتي زي ما هو، وتفضل الخشبه تكبر 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 وتتخن الى ما لا نهايه. احنا بنقطع بس بعد 8 سنين عشان ما نطولش المده عن كده، لكن المانيا بتقطع بعد 15 سنه بالصلاه على النبي خشب طول وعرض. في ناس في شرق اسيا بتقطع 5 6 سنين، او تاخد حاجات رفيعه وتقعد تستخدمها في خافض الحراره، في عصايه الستيك، في الشيش طاووق، في سلاكه السنان. كل الحاجات دي بولونيا. احنا بنستورد من الحاجات دي بملايين الدولارات. احنا بنستورد خافض الحراره ده اللي عامل زي عصايه الستيك ده اللي عند الدكاتره ب 100 مليون دولار البتاعه دي بس.
فالكلمه الاولانيه اللي هم قالوها مجوفه ومخوخه وفاضيه من جوه اعتمادا على الثقب الواحد سنتي دي، وما بتطلعش خشب. هي فعلا ما بتطلعش خشب رديء، ما بتطلعش خشب وحش، ما بتطلعش خشب زي الانواع اللي موجوده في مصر. هي فعلا ما بتطلعش الخشب ده خالص، هي بتطلع خشب جيد، بتطلع خشب ما بيقوس، ما بيفتلش، بيحتاج 4 أضعاف الحرارة اللي تحرق أي خشب تاني. يعني أي خشب تاني عايز 100 درجة، هي عايزة 400 درجة، 4 أضعاف. ولو اتشال من عليه مصدر اللهب تطفي. عشان كده بيتقال عليه خشب آمن، وعشان كده نمرة 1 في الأفران والمطابخ والحاجات دي. هي ما بتطلعش خشب من الخشب اللي بيتأثر بالرطوبة زي جميع الأخشاب اللي في مصر. هي ما بتطلعش خشب معفن، وانا ما بقولش لفظ وحش، لا هو فعلا بيعفن. الاخشاب اللي في مصر بتعفن من الميه. هي ما بتطلعش الخشب اللي بيعفن من الميه ولا تتاثر بالميه نهائي نهائي. خشب البولونيا لا يتاثر بالمياه نهائي. هي ما بتطلعش خشب بيتمدد وينكمش. خشب البولونيا اعلى خشب في العالم، ما بيتمددش ولا بينكمش. فهي ما بتطلعش خشب رديء، وما بتطلعش الخشب اللي فيه الصفات ما بتطلعش خشب يتشقق وعمره قصير ويصاب بالنمل الابيض ويسوس. هي ما بتطلعش الخشب ده، لا. هي بتطلع خشب ما فيهوش كل الصفات الرديئه دي. هي بتطلع خشب عمره طويل، بتطلع خشب ما بيسوس، بتطلع خشب ما بيتاثرش بالنمل الابيض، ما بيصابش بالنمل الابيض. بولونيا بتطلع خشب مصري نمرة 1 درجة أولى، ملوش علاقة بالأخشاب اللي بنستوردها. احنا كان نفسنا نطلع أي خشب بعد ده كله بقى، كان نفسنا نطلع أي حاجة، لكن عشان النية لله خالصة، لله فقط مش لأي حد. النية لله خالصة. أولاً خلانا نعرف، أنا والله العظيم طلبت من ربنا وترجيته لما شفت إن الموضوع صعب، وموضوع شتلات البولونيا ده من الثمانينات، ووزارة الزراعة جربت، وقسم أشجار خشبية جربت، وقوات مسلحة جربت، وكل ده جرب من زمان ومحدش نجح. محدش نجح في إيه؟ إنه يعتر في الصنف اللي يعيش في مصر، إنه يعرف سلبياته وإيجابياته، إنه يعرف الأرض المناسبة والمية، إنه يعرف يخلي الشتلة ما تبقاش متأقزمة، ما تموتش، ما تنشفش، ما يزرعش 1000 شجرة يعيش 50 بس. كل دي تجارب قبلية في الثمانينات والتسعينات والألفينات وفشلت، وأنا بشكر الناس دي. مجرد إنه جرب وحاول كتر خيره، ومن فشله أو من فشلهم أنا نجحت، لأني شفت هم فشلوا في إيه وجربته بس على سكيل صغير عشان أتأكد. لكن من فشل الناس دي ومحاولاتهم الناس دي أنا نجحت بقى إني أوطن شجرة البولونيا. عثرت في الصنف بتاع الحر ال100. عثرت إزاي أشغله في الأرض وأشغله في المية ببساطة جدا، بس لازم تعملها، ودي مهمة، نقطة مهمة. لازم تعمل اللي إحنا بنقول من الآخر. وصلت لمنظومة بولونيا عرابي. منظومة بولونيا عرابي اللي عرفت تخلي، عشان برضه الناس اللي يقول لك مش هصدقك انت نصاب انت حرامي، اللي عرفت تخلي الشتله دي تبقى الشجره دي. هات كده الشجره وهات الشتله، خليك زي ما انت، تبقى لوح الكونتر ده الطبقات ده 18 مللي ده. احنا منظومه بولونيا عرابي هي دي، ان احنا عملنا الشتله الجميله البسيطه دي اللي شكلها مش حلو ما بتعجبش الناس، 5 سم اهي بس مقصوصه. قبل كده كانت 1.5 متر، الجذور نازله من بره اهي، دي اهم حاجه. سيبك من ده كله هيتكسر ويتقطع في السكه. احنا وصلنا لمنظومه بولونيا عرابي اللي هي الشتله دي تبقى الشجره دي تبقى الخشبه دي. هو ده اللي احنا وصلنا له، هو ده الانجاز. وتم، مش لسه هتصدقني، مش لسه انا مش عارف ايه، اصل انت كل ده عشان تبيع شتلات
هو بيع الشتلات ده حرام يعني؟ هو في مصر فيها 3 مليون مشتل، اشمعنى جت عليا انا ان انا لما ابيع طب ليه لغايه النهارده الشتلات البولونيا مش منتشره في مصر؟ معلش يعني، هل انا احرف من المشاتل الكتير اللي في مصر اللي عندها خبره؟ لا طبعا. هل انا عندي امكانيات اكبر منهم؟ لا طبعا. هل انا مهندس زراعي شاطر احسن؟ لا طبعا، انا محاسب اصلا. عشان كده دي لعبتي، حسابات، تقديرات، ترتيبات. لغايه النهارده مش منتشر اللي يبيع البولونيا في مصر، لان الشتله بتخسر. اللي عايز يصدق يصدق، واللي عايز ما يصدقش ما يصدق. حتى الان شتله البولونيا بتخسر، مره تكسب ومرتين ثلاثه تخسر. حلو. ولو بتكسب، هو عيب ان انا اكسب؟ هو عيب ان انا ابيع شتلات؟ كل حاجه يقول لك اصل انت بتعمل ده كله عشان تبيع شتلات. يا انت جبت التايه. ايه المشكله ان انا ابيع شتلات؟ ما انا لازم انا اللي ابيع شتلات. ده لازم تشتري الشتلات من عندي، لانك هتاخد المنظومه من عندي. هات لي واحد اشترى مني شتلات وما بعتليش رساله على الواتس وما تابعتوش بنفسي، غير مهندسين الجمعيه والشركه بتابع اي حد يبعت لي اي رساله على الواتس. ده انا بتابع اللي ما اشتراش، محلك اللي اشترى، اللي اتعمل له ملف واشترى. فالمنظومه جامله بولونيا عربي من عندنا، شتلات لغايه ما توصل اشجار، لغايه ما توصل اخشاب. بولونيا عربي. اتكلمنا باستفاضه شديده عن موضوع خشب البولونيا مجوف ومخوخ وفاضي من جوه وما بيطلعش خشب. اعتقد يعني مش هقول ما حدش يجيب سيرته تاني، هيجيبوا سيرته تاني ومش هيسكتوا. بس احنا اتفقنا ان احنا نقول اللي هم بيقولوه. ده فيديو رقم 2 لاكبر شائعه رجعت ناس وخلعت شجر. ناس فعلا خلعت الشجر واذت ناس، وفي الاخر طلعت افتراء وطلعت كذب. وللاسف كان بيستغلها كل الناس. يعني ممكن يكون اصلا السبب اللي قالها انسان جاهل، لكن مستشار زراعي خدها عشان هو على مزاجه. دكتور في زراعه الاشجار الخشبيه قالها عشان هو مش على هواه، او ان الموضوع ده ما طلعش من تحت باطهم فيبقى عليه وعلى اعدائي. مع ان فيهم ناس كتير وقفت جنبي وساعدتني في الخفاء. والله انا معايا دكاتره في الاشجار الخشبيه بيساعدني في الخفاء. تقولش اسمي، ما مش عارف ايه، بسبب ان الناس كتير جدا في هذا المجال بتحاربني. ده في واحد جابني في ندوه جبت فيها الشتله، ما هو هيجيب مين؟ وجبت فيها الشجره وجبت فيها الخشبه، وعلمنا الاولاد ازاي من الشتله نوصل للشجره نوصل للخشبه. اضطهدوه، كان ناقص يرفدوه وما حصلتش تاني. انت ازاي تجيب اشرف عرابي؟ اشرف عرابي جه بنجاح، جه بانجاز. الفيديو طال مننا. شجره البولونيا مش مخوخه ولا مجوفه ولا فاضيه من جوه، كل الحكايه انها فيها ثقب 1 سم في جميع الانواع، مش في بولونيا عربي بس. انا اعرف 42 صنف، انا اعرف 42 صنف، زرعت حوالي 12 13 صنف. في الاخر هو صنف واحد اللي شغال بيه بولونيا عربي باجياله المتعدده. لكن انا واثق ان بقى في بولونيا في العالم اكتر كمان من 42 صنف، لان شهريا من قوه الشجره العاليه الاقتصاديه والحاجات البيئيه الرهيبه اللي بتقدمها، كل العالم دلوقتي بيجري وراها. كل العالم بيجري وراها. كل الاصناف دي فيها الثقب ال1 سم. لا يوجد صنف بولونيا في العالم ما فيهوش ال1 سم ده. ولا يوجد صنف بولونيا في العالم انا بقى ببيعه غيري بيبيعه مجوف ومخوخ وفاضي من جوه ما بيطلعش خشب. لا دي ولا دي. والثقب ده في الساق وفي الأفرع موجود في الشجرة بالكامل في جميع الأنواع. ولا هو عيب شجرة ولا هو عيب تسميد ولا هو عيب مناخ ولا حاجة خالص. ده في طبيعة الشجرة، هي طبيعتها كده. هي شجرة طبيعتها فيها الخرم الثقب ال1 سم ده في منتصف الشجرة وفي منتصف الأفرع في جميع الأنواع. ومش عيب عشان ندور له على تحليل. هو مش عيب عشان نقول اصل ده عيب سمان، اصل ده عيب مناخ، اصل ده عيب. لا هو مش عيب. هو في طبيعه الشجره. ولا يؤثر نهائي في الانتاج ولا في كميه الانتاج ولا في حجم الانتاج. ده الفيديو رقم 2. عيوب
خشب البولونيا اللي ادعوا علينا بيها، اللي افتروا علينا بيها، ولما انتجنا وضحت جدا الحقيقة. الى اللقاء في الفيديو رقم 3. مع السلامة.